وانا بقول لزوج كل ضابط وابن كل ضابط، ارجوكم ارجوكم خلي بالكم، جوزك هيموت، ولادك هيتهزموا، لانه مش هقول لك بعد الشر، انت اللي تقوليها في قلبك، لكن انا بقول لك العيال دي رصد الضباط في مصر، والعيال دي هتقتل الضباط في مصر، ومن قتل يقتل ولو بعد حين. والعيال المره دي ناويه على جريمه. مفيش بقى كلمه سلميتنا اقوى من الرصاص والجو البلدي ده، مفيش القصه دي. العيال رصدوا عناوين الضباط، انا بقولها بفم مليان وانا متاكد من معلومه، دي معلومه قالها لي عمرو بتاع السلي. العيال رصدوا بيوت الضباط واسرهم وزوجاتهم واولادهم وقرايبهم. الدور الجاي العنف هيبقى جوه بيوت الضباط. انا بقول لزوجة كل ضابط يعني هدي جوزك شويه لانه هيتقتل او ابنك هيتقتل، ده اللي اقدر اقوله. بس حصل انه في بيان من المقاومه الشعبيه بالجيزه، بيقول البيان وده صدر وموجود على الفيسبوك، موجود في كل حته يعني. البيان عاجل، حركه المقاومه الشعبيه تنصح المواطنين بسحب ما يكفيها من نقود من البنوك او المرتبات وملء السيارات بالوقود وتخزين ما يكفيهم منه وشراء كميات مناسبة من الغذاء تحسبا لما ستمر به البلاد في الفترة القادمة. ده اللي قدام حضراتكم، ده البيان اللي أصدرته حركة اسمها حركة المقاومة الشعبية بالجيزة.